ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد ايهاب. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وشير عشان يوصلكم طبعا كل جديد من القناه. وكمان الناس اللي حابه تحجز قراءه خاصه تتفضل تبعت لي رساله على الواتساب، هرد عليها بكل التفاصيل باذن الله. هتلاقوا طبعا الرقم موجود، بتاع التواصل بتاع الواتساب بتاعي هتلاقوه موجود طبعا في صندوق الوصف. تواصلوا معايا وباذن الله اعرفوا الاسعار مناسبه جدا، واي حد ان شاء الله يقدر ان هو يعملها باذن الله. كمان طبعا لو انت حابب انك تنورنا على التيك توك والانستجرام والفيسبوك، هسيب لكم طبعا الروابط موجوده تحت في صندوق الوصف، يا ريت طبعا تنورنا فيهم. بنطلع عليهم لايفات باذن الله، نجاوب فيها على كل الاسئله اللي انتم عايزينها باذن الله. بفكرك طبعا لو انت طبعا مش حابب انك تشوف المقدمه وحابب انك تبدا القراءه على طول، هسيب لك طبعا التوقيتات بالحروف موجوده في صندوق الوصف. ابدا طبعا القراءه لو انت مش حابب تشوف المقدمه باذن الله. انا محمد ايهاب، وان شاء الله هنقول في الفيديو دوت او عنوان الحلقه زي ما انتم شفتم باذن الله في اول فيديو: العلاقه الثلاثيه. هنتكلم باذن الله النهارده على العلاقه الثلاثيه، والقراءه دي ان شاء الله هنعرف بيها مقارنه بينك وبين الحبيب بتاعك وما بين الطرف الثالث باذن الله، من كل حاجه، من الطاقه بتاعتك وطاقه الشخص دوت وطاقه الطرف الثالث دوت، ومشاعره تجاهك ومشاعره تجاه الطرف الثالث، وكمان النوايا اتجاهك انت ونوايا اتجاه الطرف الثالث كمان. وسؤال كده في الاخر: انت مين بالنسبه للشخص دوت؟ كل ده هنعرفه باذن الله النهارده بالحروف. اختار باول حرف من اسمك انت. هتلاقي الحروف موجوده في صندوق الوصف على مجموعتين باذن الله. انا عارف طبعا ان انا طولت عليكم في المقدمه، ولكن المقدمه مهمه جدا. يلا ان شاء الله نبدا باذن الله القراءه. ويلا باصحاب المجموعه الاولى، اهلا بيكم. تعالوا يلا نبدا باذن الله المجموعه الاولى، وناخد الطاقه بتاعتكم انتم الاول، ولا نبدأ بتوزيع الأسئلة؟ لا، نبدأ بتوزيع الأسئلة الأول، بعد كده ناخد الطاقة بتاعتكم يا أصحاب المجموعة الأولى إن شاء الله. بفكركم طبعا لو الطاقة ما انطبقتش عليكم اسمع طبعا المجموعة التانية، أهم حاجة كارت الطاقة ينطبق عليه. وزي ما انتم عارفين دي قراءة عامة، خد منها اللي يناسبك واترك ما ليس لك. طاقتك انت تجاه الشخص دوت، وطاقة الشخص ده تجاهك انت، وطاقة الطرف الثالث في الوقت الحالي. مشاعرك انت، مشاعر الشخص ده اتجاهك قصدي، وكمان مشاعر الشخص دوت اتجاه الطرف الثالث. نوايا الشخص دوت اتجاهك. يا رب بس تكونوا شايفين الكروت كده، مش شايفينها قوي يعني. طب تمام، دقيقة واحدة. يا رب بس كده تكون الكروت وضحت. وكمان نوايا الشخص دوت اتجاه الطرف الثالث. السؤال بتاعنا الأخير كمان: انت مين بقى بالنسبة للشخص أو للحبيب اللي انت بتسمع له؟ نبدأ يلا بقى كده القراءة بإذن الله بالطاقة بتاعتك عشان تعرف بإذن الله القراءة ديت مناسبة ليك ولا لأ. فأنا شايفك هنا ممكن تكون أنت بتحاول إنك تهرب من العلاقة ديت، أو شايفك ممكن تكون أنت متألم دلوقتي أو موجوع مثلا بسبب العلاقة ديت. ممكن تكون الشخص ده أذاك، العلاقة دي مثلا أذتك في حياتك، أو نفسيا كمان ممكن تكون العلاقة ديت مخليك كمان متوتر أو مثلا متوتر، معلش في النطق. مثلا ممكن تكون زي ما قلت لك العلاقة ديت وترتك شوية، أو خلتك مثلا فاقد الثقة مثلا في الحب بشكل عام، أو فاقد الثقة في الأشخاص بشكل عام. غير كده كمان ممكن تكون انت بتراقب دلوقتي الشخص دوت او مهتم بيه دلوقتي، ولكن انت ممكن تكون مش موضح للشخص دوت، او مش بتراقبه مثلا بالشكل الدائم يعني، ولكن ايه اللي ظاهر معايا هنا انك عايز تعرف عنه معلومات، ولكن الشخص دوت ما يلاحظش انك مهتم بيه او عايز تعرف عنه معلومات. غير كده كمان للناس اللي بتتكلم او على تواصل مثلا مع الشخص دوت،
فأنا شايف إن الشخص ده مثلًا أو أنت اتجاه الشخص دوّة ممكن مثلًا أنت عايز ارتباط رسمي معاه، أو أنت مثلًا بتفكّر دلوقتي إنك ترتبط بالشخص دوّة أو بتكلّم الشخص ده في ارتباط في الوقت الحالي. ممكن تكون كمان غضبان من الشخص ده دلوقتي، أو مثلًا متوتّر منّه أو متردد مثلًا في حاجة اتجاه الشخص دوّة، أو أنت مثلًا خيّرت الشخص ده ما بين حاجتين أو حاجة زي كده. أنا طبعًا قُلت كل الطاقات، خُد من الطاقة ديّة اللي يناسبك، تمام؟ زي ما قُلت لك أهم حاجة كارت الطاقة بتاعك يكون مضبوط ومنطبق عليك. بالنسبة بقى لطاقة الشخص ده اتجاهك، فأنا شايف إن طاقة الشخص ده اتجاهك ممكن يكون الشخص دوّة مندفع معاك في حاجة، أو مثلًا ممكن يكون الشخص ده مثلًا قال لك كلام يضايقك أو مثلًا زعّلك، أو الشخص ده مثلًا بيعمل حركات أو تصرفات دلوقتي مثلًا بتضايقك، أو تصرفات مثلًا بتخلّيك كده إيه تشُك في نَفْسك أو تشُك فيه نَفْسه. برضه هنا باشوف طاقة الشخص ده اتجاهك برضه فيها طاقة اندفاع شوية. يعني إيه طاقة اندفاع؟ يعني مثلًا ممكن يكون الشخص ده بيتسرّع في حاجات مثلًا يعملها تجاهك، مثلًا ممكن يعمل لك بلوك بسرعة، أو أصلًا في ما بينكم بلوكات، أو مثلًا الشخص ده بيتسرّع مثلًا إنه يلوم عليك، أو الشخص ده مثلًا إيه، اسمها عندنا مثلًا إيه، بيقلب الترابيزة عليك، يعني مثلًا إيه، بيوجّه لك أنت الاتهامات وهو اللي يطلع في الآخر مش غلطان، هو الشخص ده مثلًا ممكن يكون بيتّبع الأسلوب ده معاك. كمان هنا اللي ظاهر معايا إن ممكن يكون الشخص دوّة طاقته اتجاهك شوية مثلًا ممكن يكون بيتغَر عليك، أو مثلًا بيتقل عليك بطريقة مثلًا تستفزك أنت بالأخص. هو بيبقى قاصد على فكرة إنه يتّبع معاك الأسلوب دوّة، أو بيبقى قاصد إنه يتكلّم معاك بالأسلوب دوّة. بالنسبة بقى لطاقة طبعًا لو الطاقتين دول كانوا منطبقين عليك، فاسمع طبعًا القراءة ديّة فهي بإذن الله ليك. بالنسبة بقى لطاقة الطرف التالت ده في العلاقة، فأنا جايب هنا أو غرضي من السؤال دوّة طاقة الشخص ده في العلاقة بشكل عام، يعني ولا اتجاهك ولا اتجاه الشخص دوّة. فطاقة الطرف التالت دوّة أو الشخص دوّة في العلاقة، فأنا شايفة إن هو الشخص ده دلوقتي ندمان على حاجة معيّنة، ندمان مثلًا على طريقة تعامله مع الطرف أو الحبيب اللي أنت بتسمع له دوّة، ممكن يكون ندمان على صبر معيّن. كمان هنا اللي ظاهر قدّامي ممكن يكون الشخص دوّة أو الطرف التالت دوّة ليه دور بيلعبه في حياة الشخص دوّة مادي أو معنوي. يعني مثلًا ممكن يكون الطرف التالت عندك أنت، يعني مثلًا الشخص الحبيب اللي أنت بتحبه دوّة بيستغل الطرف التالت، والطرف التالت ده حاسس بكده على فكرة، حاسس إن الحبيب اللي هو بيحبه دوّة بيستغله، أو مثلًا ما بيحبوش بشكل عاطفي. فده اللي ظاهر قدّامي، ودي الأكتر الطاقات اللي موجودة قدّامي. أنا طبعًا باحب أقول يعني عذرًا على الكلام الكتير اللي أنا باقوله دوّة، ولكن أنا باحاول إني أبسّط لك المعلومات بتاعتك عشان تقدر تفهمها، أو عشان تقدر تفهم بالضبط العلاقة ماشية فين. يعني أنا مثلًا باحاول أقول أمثلة كتيرة، أو باحاول إن أنا أتكلّم كتير شوية، عشان في ناس برضه إيه، المعلومة مش بتوصل من أول مرّة، يعني أنا لازم أقول كل الطاقات اللي قدّامي عشان تبقى القراءة مناسبة للجميع بإذن الله. نيجي بقى لتاني سؤال عندنا بإذن الله، مشاعر الشخص بقى تجاهك، أو مشاعر الحبيب بتاعك تجاه الشخص دوّة. طبعًا باعتذر جدًا على أي دوشة موجودة والله معلش. بالنسبة لمشاعر الحبيب بقى اتجاهك، فأنا شايف إن الشخص ده بيحبك جدًا على فكرة، ولكن ممكن يكون الشخص ده زي ما قُلت لك مُقيّد، أو الشخص ده مثلًا ممكن يكون عنده أعباء، أو مثلًا الشريك أو الطرف التالت اللي عنده دوّة تاعبه، أو ممكن يكون مهدّده بحاجة، أو مثلًا الحبيب اللي أنت بتسمع له دوّة دلوقتي عنده مشاكل، أو دلوقتي عنده مثلًا أزمات دلوقتي تخُص الطرف التالت، أو تخُص البيت أو العلاقة اللي هو فيها. فده مثلًا مخلّياه شوية ممكن يكون مانع التواصل معاك في الوقت الحالي، أو مثلًا ممكن يكون مانع الارتباط بشكل رسمي بيك، حاجة زي كده برضه. غير كده كمان باشوف اللي قدّامي هنا في مشاعر الشخص ده هو بيحبك جدًا على فكرة، وعنده رغبة جسدية على فكرة فيك، ورغبة برضه على فكرة هو مُعجب بشكلك، مُعجب بطريقتك، بكلامك، بس بالأخص هنا برضه الطاقات الشخص ده عنده رغبة جسدية شوية في العلاقة معاك. برضه ظاهر هنا معايا في المشاعر بتاعة الشخص ده اتجاهك فيها تردُّد شوية أو فيها حيرة. ممكن يكون مثلًا أنت في طاقتك اللي ظاهرة معايا مثلًا ممكن تكون مختفي عن الشخص ده دلوقتي، أو مثلًا ممكن تكون بتعامله ببرود، أو بتعامله مثلًا بطريقة الشخص اللي أنت بتسمع له أو الحبيب بتاعك دوّة مش حابب الطريقة اللي أنت بتتعامل معاه بيها. فمثلًا ممكن تكون الطريقة اللي أنت بتتعامل معاه بيها ديّة مردِّدة الشخص دوّة اتجاهك، أو إنه ييجي لك حتى، أو مش مردّداه، ممكن تكون قالقاه أو موتّراه.
بالنسبة بقى لمشاعر الشخص ده اتجاه الطرف التالت، فأنا شايف إن مشاعره اتجاه الطرف التالت ده زي ما قُلت لك الشخص دوّة أو الطرف التالت عند الشخص ده بيوفّر له حاجة، بيوفّر له مثلًا عيشة، بيوفّر له حنيّة، بيوفّر له مثلًا فلوس، بيعمل له حاجة عند الشخص دوّة مخلّياه متمسّك بالطرف التالت الحقيقة. بس أنا ظاهر هنا معايا ممكن يكون الشخص دوّة شوية مثلًا إيه، هالاقي لك مثلًا التعبير المناسب أو التعبير الدقيق اللي عايزة أوصّله لك، مخلّية الشخص دوّة شوية إيه، بيدافع عن الطرف التالت، يعني إيه مثلًا؟ في حاجة زي ما قُلت لك مخلّية الشخص ده متمسّك بالطرف التالت، فمثلًا ممكن يكون الشخص دوّة مثلًا هو موجود على فكرة مع الطرف التالت ده عشان حد أو عشان حاجة، مثلًا ممكن يكون عشان عادات وتقاليد، عشان مثلًا صورته الاجتماعية إن هو متجوّز ومخلّف فما ينفعش إن هو يطلّق مثلًا أو حاجة زي كده. مثلًا هو الشخص دوّة في الارتباط معاه زي ما قُلت لك بيحمي نَفْسه أو بيحمي شكله مع الطرف التالت دوّة، يعني مثلًا زي ما قُلت لك ممكن يكون دايمًا عندهم في العادات والتقاليد بتاعهم إنه لازم يتجوّز ويخلّف، فما ينفعش إن هو يطلّق مراته مثلًا أو ما ينفعش إن هو يطلّق الشخص اللي معاه، مش شرط يعني طبعًا لو اسمها رجل أو سيدة. فمثلًا ما ينفعش إن هو يتخلّى عن الطرف التالت دوّة عشان الناس هتتكلّم عليه بشكل مش كويس، زي مثلًا هاقول لك إيه، الشخص ده شوية بيخاف على سُمعته أو بيخاف على شكله قدّام الناس، الناس هتقول عليه إيه والكلام دوّة. بس هو ما فيش حُب عاطفي أوي اتجاه الشخص ده، حُب شوية فيه تميُّز أو حُب شوية فيه استغلال شوية. بالنسبة بقى للسؤال التالت معانا نوايا الشخص ده اتجاهك، فأنا شايف إن الشخص ده الحقيقة ممكن شوية بيحُط حدود في الفترة اللي جاية دي معاك، أو مثلًا ممكن يكون الشخص ده في الوقت الحالي أو في الوقت اللي أنت بتسمع فيه القراءة، الشخص ده حاطط حدود معاك في الفترة ديّة. شايف كمان ممكن يكون الشخص ده فاقد الأمل أو فاقد مثلًا شوية مثلًا إيه، فاقد شوية الثقة في نَفْسه، إنه ييجي مثلًا يكلّمك ممكن تكون ترفضه مثلًا أو ترفض أو أنت أصلًا رافض العلاقة ديّة أو رافض مثلًا العلاقة الثلاثية، أنت ممكن تكون عايز الشخص دوّة حتى كمان لو العلاقة دي تبقى موجودة، بس أنت عايز ارتباط رسمي، بس الشخص دوّة زي ما قُلت لك مش قادر شوية على الارتباط الرسمي في الوقت الحالي، أو هو دلوقتي بيحُط حدود عشان زي ما قُلت لك خايف على شكله، أو خايف على صورته الاجتماعية أو الناس هتقول عليه إيه، هو على فكرة شخصية شوية يميل للنرجسية شوية أو ممكن يكون إيه مغرور للبعض يعني. نواياه بقى اتجاه الطرف التالت فأنا شايف إن الطرف التالت دلوقتي هو بيشتغل على حاجة معينة عشان يرضي الطرف التالت. بصوا يعني أنا بتكلم معاكم بشكل صريح عشان ما اخدعكش اللي بتسمعني، فمعلش ممكن تكون شوية القراءة قاسية شوية، ولكن أنا بتكلم بشكل صريح وبشكل واضح عشان ما اخدعكش وعشان أنت برضو تفهم القراءة بصورة واضحة أو تفهم أنت رايح على فين أو أنت بتسمع بالظبط للشخص دوت أو تفهم طبيعة العلاقة ما بينه وبين الشخص دوت. فاللي ظاهر معايا هنا إن الطرف اللي أنت بتسمع له ده بيحاول شوية إنه يرضي الطرف اللي معاه، أو مثلًا يشتغل على وضعه المادي عشان مثلًا يسد ديون، أو مثلًا يبقى في وضع مادي كويس يرضي بيه الطرف التالت، عشان كده طاقة الطرف التالت اللي كانت معانا هنا ندمان شوية على حاجة هو عملها، فممكن يكون عملها مع الشخص دوّة، ممكن يكون ادّى له أموال أو ادّى له مثلًا حاجات الشخص ده مثلًا ممكن يكون ما قدّرهاش شوية، فأنا دلوقتي اللي باشوفه ممكن يكون الشخص ده بيحاول إنه يشتغل إنه يرضي الطرف اللي معاه بشكل رسمي أو بشكل عام الناس تقول عليه إن هو كده الشخص ده تمام والشخص ده كويس، ولكن اللي عايز برضه أوصّله لك هنا اللي واضح لي من الكروت إن الشخص دوّة من طبيعته كده أو من أسلوبه بيهمه كلام الناس شوية، يعني مثلًا ظاهر هنا معايا إنه مش عايز يرتبط بيك مثلًا بشكل رسمي أو في الوقت الحالي بالذات عشان الناس هتتكلم عليه، مش عايز دلوقتي إن الطرف التالت يروح من إيديه أو إن هو يسيب الطرف التالت وييجي لك عشان برضه الناس هتتكلم عليه، فأنت برضه نصيحة ليك يعني أنت بتسمع لشخص شوية بيخاف على سمعته أو بيخاف على شكله الاجتماعي، فدي برضه نقطة إيه حبيت أوضّحها وظهرت معايا بشكل قوي أوي، فزي ما قُلت لك هنا الشخص ده مثلًا ممكن يكون دلوقتي مسافر أو مثلًا في بُعد ما بينك وما بينه في المسافة في الوقت الحالي مثلًا، أو أنت من مكان وهو من مكان أو في دلوقتي تباعد جغرافي ما بينك وما بين الشخص دوّة، ده طبعًا لبعض الطاقات. بالنسبة للشخص ده بقى أنت مين بالنسبة له، فأنت بالنسبة للشخص دوّة الاحتفال المؤجّل أو أنت بالنسبة للشخص دوّة الفرحة المنتظرة، يعني أنت بالنسبة له على فكرة هو حاجة نِفْسه يحتفل بيها ولكن الحاجة دي مثلًا مأجّلها دلوقتي، مأجّلها لهدفٍ ما دوّة من اللي أنا استنبطته يعني من العلاقة ديّة أو من الكروت اللي نازلة معايا، مأجّلها بسبب الطرف التالت أو بسبب إنه عايز يرضي الطرف التالت دلوقتي عشان الناس ما تتكلّمش عليه.
ولكن على فكرة هو بيحبك زي ما قُلت لك، زي ما كان ظاهر معايا في المشاعر، هو بيحبك على فكرة أكتر من الطرف التالت، معلومة ليك يعني. ولكن على فكرة الشخص ده زي ما قُلت لك أنت بالنسبة له الفرحة المنتظرة، ولكن هو دلوقتي زي ما تقول إيه، معلّق التواصل معاك أو العلاقة ديّة متعلّقة دلوقتي في الوقت الحالي عشان مثلًا إيه، هو مش عارف إنه ياخد قرارات صائبة فيه ولا عارف يحكم، زي ما قُلت لك هو متردد أو خايف مثلًا زي ما أنت أكيد فاهم أو أكيد هتبقى عندك وعي يا اللي بتسمعني العلاقة رايحة على فين أكتر، لإن طبعًا دي قراءة عامة وأنا باقول كل الطاقات. هاقول لك طبعًا الطاقات والأبراج اللي ظهرت معايا ما تشترطش بيها، أهم حاجة زي ما قُلت لك الطاقة تكون منطبقة، ولكن برضه إيه، الأرقام ديّة يعني أو الأبراج ممكن تفيد ناس معيّنة. ظاهر معايا هنا طاقات هوائية بشكل رهيب يعني وطاقات مائية وترابية. ظاهر معايا برج الميزان ومعايا برج الجوزاء والدلو، معايا كمان برج الجدي ظاهر معايا بقوة، وبرج الثور معايا برضه، معايا طاقات نارية برضه الأسد والحمل والقوس، ومعايا العقرب، وكمان معايا الثور متكرر مرتين، والحوت معايا برضه والسرطان برضه، الطاقات المائية برضه موجودة هنا معايا الحوت والسرطان والعقرب، وكل الطاقات على فكرة ظهرت معانا إن شاء الله يعني. أتمنى طبعًا ليكم التوفيق، ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك وتفعّل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وزي ما أنتم عارفين قُلت لكم في أول القراءة، القراءات بأسعار حلوة جدًا وأي حد يقدر إن شاء الله إن هو يعملها، بالتوفيق ليكم، أشوفكم إن شاء الله على خير يا أصحاب المجموعة الأولى، اكتبوا لي طبعًا في الكومنتات الفيديوهات اللي أنتم عايزينها الفترة اللي جاية، أنا محمد إيهاب، إن شاء الله أشوفكم على خير في فيديوهات تانية بإذن الله، يالّا ننتقل لأصحاب المجموعة التانية. أصحاب المجموعة التانية إزيكم عاملين إيه يا رب تكونوا بخير زي طبعا ما شفتوا في الفيديو، ويلا بسرعة كده تعالوا يلا نوزع الكروت وبعد كده نبدأ بإذن الله القراءة. طبعا هسيب لكم توقيتات القراءة تحت، طبعا الناس اللي مش حابة تشوف التوزيعة بتاعت الكروت أكيد تتك بسرعة على التايم بتاع وقت القراءة بإذن الله أو البداية، وبإذن الله تبدأوا القراءة من أولها إن شاء الله. زي ما بفكركم طبعا الناس اللي حابة تحجز قراءة زي ما انتم عارفين القراءة بأسعار حلوة جدا وأي حد يقدر إن شاء الله إن هو يعملها بإذن الله. هسيب لكم طبعا روابط التواصل موجودة كلها، هسيب لكم رابط التيك توك والانستجرام والفيسبوك، طبعا ما تنسوش تنوروني عليه بإذن الله، بنطلع عليه لايفات ونجاوب على كل الأسئلة بإذن الله اللي انتم عايزينها، فيا ريت ما تنسوش الفولو فيه، وكمان تشوفوا الفيديوهات عليه أول بأول، فيديوهات حصرية بإذن الله وهتعجبكم إن شاء الله. دي طاقتك وطاقة الحبيب اللي انت بتسمع له وطاقة الطرف الثالث في العلاقة بشكل عام، ومشاعر الشخص ده اتجاهك، ومشاعر الشخص دوت اتجاه الطرف الثالث، وكمان نوايا الشخص ده اتجاهك، وكمان نواياه اتجاه الطرف الثالث. وانت مين بالنسبة للشخص دوت. ما تنساش اكيد اللايك والاشتراك في القناة، ويلا نبدأ بإذن الله القراءة إن شاء الله. بالنسبة لطاقتك انت اهم حاجة طبعا زي ما انتم عارفين تكون القراءة او الطاقة بتاعتك مظبوطة ليك عشان طبعا القراءة تكون منطبقة عليك بإذن الله، وبفكركم ان دي قراءة عامة، خد منها اللي يناسبك واترك ما ليس لك، طبعا القراءات الخاصة بتبقى منطبقة اكتر اكيد عليك. ولو طبعا الطاقة ديت ما ناسبتكش اسمع طبعا المجموعة الاولى وان شاء الله تلاقي طاقتك معايا بإذن الله النهاردة في الفيديو. اكتبوا لي اكيد الفيديوهات اللي انتوا عايزينها ان شاء الله في الكومنتات تحت، وبإذن الله نعملها الفترة اللي جاية ان شاء الله. بالنسبة لطاقتك انت فانا بشوفك انك ممكن تكون عايز تبدأ على فكرة العلاقة ديت بشكل انت نفسك تبقى راضي عنه، او انت نفسك يبقى في كده رضا وفي تسامح مع الطرف اللي انت بتسمع له دوت. يعني اللي ظاهر معايا هنا انا شايفه انك بتحب الشخص ده قوي 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 يعني، وعندك على فكره تسامح معاه حتى او مثلا حتى مع العلاقه الثلاثيه، ممكن تكون كمان انت مثلا قابل بالعلاقه الثلاثيه دي ما عندكش مشكله، ولكن عايز مثلا العلاقه الثلاثيه دي تبقى في سلام، او تبقى مثلا ايه ما يبقاش في مشاكل مثلا على العلاقه ديت، ولا لان انت بتحب الشخص ده جدا، بس ممكن تكون هنا متألم من حاجة معينة، أو مثلا ممكن تكون زعلان من حاجة معينة. بعض الناس على فكرة اللي كانت بتسمع في القراءة الأولى طاقتها على فكرة هنا موجودة معايا، في ناس بتسمع من القراءة الأولى هنا للمجموعة التانية على فكرة، طاقات برضو ظاهرة معايا هنا من المجموعة الأولى كتير يعني.
ممكن تكون هنا متألم من حاجة، أو ممكن تكون أنت زعلان مثلًا من تصرفات الشخص دوّة، زعلان مثلًا إن أنت بتقدّم الخير مع الشخص دوّة، والشخص ده مثلًا مش بيقدّرك، أو الشخص ده مثلًا مش بيهتم بيك، أو مش بيعاملك المعاملة اللي أنت عايزها. أنا باقول كل الطاقات وأنت خُد منها اللي يناسبك، بافكّركم برضه. فمثلًا ظاهر هنا معايا أنت بتحب الشخص ده أوي، ولكن على فكرة أنت عايز تبتدي معاه البداية ديّة حتى بالعلاقة الثلاثية أو مش بالعلاقة الثلاثية، فأنت عايز تبدأ معاه بداية حلوة أوي. فلو دي طاقتك طبعًا كمّل القراءة، لو مش طاقتك اسمع طبعًا المجموعة الأولى. ظاهر هنا كمان معايا بقى طاقة الشخص ده اتجاهك أنت، فأنا شايف إن ممكن يكون الشخص ده بيوضّح لك إن هو بيحُط لك حدود معاه. يعني إيه بيحُط لك حدود معاه؟ يعني مثلًا ما يبقاش بيمنع مثلًا التواصل ما بينك وما بينه، عامل لك بلوكات، مش بتبقى مثلًا بتكلمه مثلًا بيرُد عليك ببرود، أو بيرُد عليك بعديها مثلًا بكتير، أو حاجة من النوع دوّة. غير كده كمان مثلًا ممكن يكون الشخص دوّة في تعامل رسمي ما بينك وما بينه، أو مثلًا إيه، بيحاول يخلّي الموضوع بشكل رسمي أكتر، بيقول لك أنا مشغول مثلًا، أو أنا مش فاضي في الوقت الحالي، ولكن على فكرة الشخص ده بيحبك بنفس الحُب على فكرة اللي أنت بتحبه، بتحب الشخص ده بيه. ولكن الشخص ده على فكرة بيوضّح لك العكس، أو الشخص ده بيصُدّك بالمعنى اللي أنت بتشوفه يعني، أو اللي أنت بتلاحظه مع الشخص دوّة. اللي ظاهر بقى هنا معايا في طاقة بقى الطرف التالت ده، لو طبعًا الطاقتين مناسبين ليك اسمع القراءة طبعًا، فهي مؤكدة ليك إن شاء الله. بالنسبة لطاقة بقى الطرف التالت دوّة، فأنا شايف إن الشخص ده على فكرة في الوقت الحالي ممكن يكون فاقد الثقة بنفسه. مثلًا ممكن يكون الشخص ده دلوقتي مثلًا من فقد الثقة في الشخص اللي بيحبه، أو الشخص اللي أنت بتسمع له أصلًا. ممكن يكون الشخص ده فاقد الثقة في اللي فيه، مع إنه على فكرة الشخص ده بيحبه جدًا، بيحبه جدًا، وما يقدرش على فكرة إن هو يستغنى عنه، أو في ما بينه وما بين الشخص ده مثلًا ممكن يكون أطفال، أو في ما بينه مثلًا وما بين الشخص ده رابطة قوية ما ينفعش إنها تتهز، أو ما ينفعش إنها مثلًا تتكسر. مثلًا مش شرط الرابطة الروحانية دي حُب مثلًا من الطرف اللي أنت بتسمع له، ولكن الطرف التالت ده بيحب الشخص دوّة، ولكن الشخص اللي قدّامي ده مثلًا مش ظاهر معاه الحقيقة، أو الشخص اللي أنت معلش الكاميرا اتهزت، أو الطرف اللي أنت بتسمع له دوّة اللي أنت بتسمع له مش بيحب الطرف التالت على فكرة، ومش بيحبه يعني بشكل عاطفي شوية، إنما العكس بقى الطرف التالت ده بيحب الشخص دوّة عاطفيًا. ولكن هو ممكن يكون دلوقتي متوتر الطرف التالت ده بسبب حاجة معينة، أو بسبب مثلًا إن الشخص ده مثلًا لبعض الطاقات ممكن يكون عارف بالعلاقة الثلاثية مثلًا، أو عارف بعلاقتك بالشخص دوّة. ده طبعًا لبعض الطاقات مش للكل. بالنسبة بقى لتاني سؤال معانا هنا، مشاعر الشخص ده اتجاهك، فأنا شايف إن الشخص اللي أنت بتسمع له دوّة مشاعره اتجاهك إيه، بيحبك على فكرة الشخص ده، ولكن بيحبك كشكلًا شوية. بيحبك عاطفيًا، مش هاقول لك لأ هو عنده مشاعر تجاهك، ولكن بالأخص بيحبك كشكلًا، أو بيحبك كطريقة تفكير، أو طريقة تعامل، أو مثلًا أنت بتقدّم له الخير زي ما ظاهر معايا هنا، أو مثلًا أنت بتقدّم له حاجات مثلًا مش متوفرة في الطرف التالت، فبيلاقيها عندك أنت، فعشان كده بيحبك. المهم اللي ظاهر قدّامي برضه عشان برضه أكون صريح معاك، إن الشخص ده عنده مشاعر بنسبة ضئيلة. ما هو عشان برضه أكون صريح معاك برضه إيه، وما اخدعكش. الشخص دوّة بيكلمك أو بيبقى معاك في العلاقة ديّة عشان حاجة معيّنة، حاجة معيّنة أنت بتقدمها للشخص دوّة. ممكن تكون دعم، أو مثلًا دعم نفسي، أو دعم مادي، أو دعم معنوي. شوف طبعًا أنت بتقدم للشخص دوّة إيه، وأنت أكيد هتفهم يعني. ولكن على فكرة الشخص ده كمان برضه ظاهر هنا معايا عايز علاقة معاك جسدية شوية، يعني ده برضه اللي ظاهر معايا هنا. لبعض طبعًا الناس. الشخص دوّة عايز معاك علاقة جسدية، وهو على فكرة ممكن يكون بيبقى داخل معاك للهدف دوّة أو للغرض دوّة، ولكن عنده مشاعر تجاهك بنسبة ضئيلة، ومشاعر حُب أكتر من الطرف التالت، أو الطرف التالت أصلًا ما عندوش مشاعر تجاهه، ولكن هو عنده مشاعر تجاهك أنت، ولكن بنسبة ضئيلة. طبعًا القراءة دي مش هتكون مناسبة طبعًا لناس يعني القراءة دي هتكون مناسبة لناس معيّنة، فلو أكيد الطاقة ديّة مش متناسبة معاك اسمع المجموعة الأولى. الظاهر بقى هنا معايا مشاعر الشخص دوّة اتجاه الطرف التالت، فظاهر معايا هنا المشاعر الشخص ده اتجاه الطرف التالت، زي ما قُلت لك ممكن يكون هو دلوقتي مثلًا ما عندوش اختيار غير الطرف التالت، أو مثلًا متردد دلوقتي ما بينك وما بين الطرف التالت. اللي ظاهر معايا هنا إن الشخص ده ممكن يكون واخد دلوقتي break، أو الشخص ده مثلًا ممكن يكون واخد الفترة ديّة راحة كده، قاعد بيقارن ما بينك وما بين الطرف التالت، لإن أنت ظاهر هنا معايا على فكرة في مشاعر الشخص دوّة اتجاه الطرف التالت، بيقارن ما بينكم أنتم الاتنين، بيحاول يشوف إيه المميزات اللي عندك وإيه المميزات اللي عند الشخص دوّة، وإيه العيوب وإيه العيوب عندك وعند الشخص دوّة، ويقعد يقارن ما بينك وما بين ما بين الطرفين يعني.
ولكن على فكرة في مشاعره اتجاه الطرف التالت دوت مش ظاهر معايا فيه حب عاطفي الحقيقة. بالنسبة بقى للسؤال التالت معانا، نوايا الشخص ده اتجاهك، فأنا شايف إن نوايا الشخص ده اتجاهك ممكن يكون الشخص ده دلوقتي بيتهرب منك، أو مثلا تبعت له ما يردش عليك، وتكلمه مثلا يرد عليك ببرود أو ما يردش عليك أصلا، أو يشوف الرسالة وما يردش. ولكن أنا ظاهر هنا معايا إنه واخد على فكرة موقف منك بسبب حاجة معينة، ممكن تكون أنت مزعله اللي بتسمعني، أو مثلا ممكن يكون في كلام مثلا أو في مناقشات دارت ما بينك وما بين الشخص ده في الوقت الحالي مثلا، زعّلتكم أنتم الاتنين من بعض، أو في سوء تفاهم. ممكن يكون الشخص ده طلب منّك حاجة وأنت رفضتها، أو أنت طلبت منّه حاجة وهو رفض مثلًا الحاجة ديّة، أو في حاجة مثلًا من النوع دوّة في الكروت اللي ظاهرة قدّامي هنا. كمان هنا ظاهر معايا برضه إن في طاقة الشخص ده اتجاهك أو نواياه اتجاهك، فأنا شايفة الحقيقة إن هو هياخد موقف جَد معاك، أو في حاجة هيحسمها الشخص ده معاك الفترة اللي جاية. الشخص ده على فكرة هيحسم حاجة معينة معاك، ولكن اللي ظاهر هنا معايا ان هو صابر دلوقتي على موضوع التهرب من العلاقة معاك. يعني لو الشخص ده على فكرة هو عارف ان هو بيتهرب منك، عارف ان هو مثلا بتكلمه مش بيرد ويبقى رخم مثلا في الموضوع دوت، او مثلا عارف ان هو مش قد مثلا العلاقة معاك، وانه باعك كتير وغدر بيك وكل الكلام دوت. ولكن على فكرة الفترة اللي جاية ممكن يكون يحاول يصلح الموضوع دوت، او يحاول ان هو يلاقي حل وسط. بالنسبة بقى لنوايا الشخص ده اتجاه الطرف التالت، فأنا شايف إن هو الفترة اللي جاية ديّة شوية ممكن يكون بيحاول إنه يطمّن على فكرة الشريك اللي معاه، أو يحاول مثلًا إن هو إيه، زي مثلًا هافهّمك أو هالاقي لك مثلًا إيه تعبير مناسب مثلًا، إن هو يحاول إنه ما يشكّكش الطرف التالت فيه. يعني مثلًا عشان يقدر يبقى هو كده على فكرة ممكن ييجي لك، أو ممكن ياخد موقف معاك جَد على فكرة، مقابل إن هو يطمّن الشخص اللي معاه، أو مثلًا ما يشكّكوش فيه، عشان مثلًا الطرف التالت دوّة ممكن زي ما قُلت لك كان شاكك فيه، أو مثلًا الطرف التالت ده مش متطمّن له، أو مثلًا زي ما قُلت لك عارف بالعلاقة بينك وبين الشخص دوّة. فهو دلوقتي ممكن يكون بيحاول إنه يضبّط التواصل مع الشخص دوّة عشان يعرف يبقى معاك في العلاقة، أو عشان يعرف ييجي لك ويفهّمك ويتطمّن، ويعني ويطمنك أنت في العلاقة اللي أنت فيها دي دلوقتي. بس أنا شايف النوايا بتاعته على فكرة اتجاهك أنت حلوة، واتجاه الطرف التالت دوّة في مصلحتك أنت، يعني أنا شايف إن هو نواياه اتجاه الطرف التالت في مصلحتك أنت. بالنسبة بقى لأنت مين بالنسبة للشخص دوّة، فأنا شايف إن أنت بالنسبة للشخص دوّة العلاقة الحقيقة اللي هو فاقد فيها الأمل، أو العلاقة إنه فاقد فيها الأمل إنها تتعلن، أو إنها مثلًا تبقى مُعلنة وسط الناس، أو تاخد مساحتها بالشكل اللي أنت والشخص ده عايزه. اللي ظاهر قدّامي هنا إن الشخص ده مثلًا عنده شغف على فكرة اتجاهك عالي جدًا، وحُب اتجاهك على فكرة كبير، ولكن مسيطر عليه شوية الرغبة الجسدية. يعني الشخص ده شوية برضه مسيطر عليه الرغبة الجسدية شوية، ده متكرر معايا كتير جدًا. ولكن على فكرة الشخص دوّة زي ما قُلت لك الfive of sword هنا، أنت بالنسبة للشخص دوّة مثلًا الحاجة اللي هو بيدافع أو بيقاوم ناس كتير عشان يوصل لها، أو عشان مثلًا يقدر إنه يبقى في العلاقة دي بشكل هو عايزه أو هو حابه. فالشخص على فكرة داخل تحديات كبيرة، أو في ناس بتهاجمه، أو مثلًا العلاقة ديّة مثلًا في حاجات كتير بتمنعها أو بتهاجم العلاقة ديّة، فمخلية الشخص ده فاقد الأمل في الموضوع دوّة، أو فاقد الأمل في العلاقة ديّة. فدي طبعًا القراءة كلّها، أتمنى طبعًا إنها كانت تعجبكم بإذن الله، وكانت انطبقت بإذن الله على الناس اللي المفروض كانت تنطبق عليهم. بافكّرك طبعًا ما تنساش تحجز قراءة خاصة. طبعًا نسيت أقول الأبراج والطاقات هاقولها طبعًا أهيّة. معايا طاقات هوائية كتيرة معايا، ونارية ومائية الحقيقة كتير، وترابية برضه. معايا الحوت، معايا الدلو والجدي، وطاقات نارية الأسد والحمل والقوس. وكمان معايا الدلو زي ما قُلت لكم متكرر برضه معايا القوس والثور برضه، ومعايا القوس برضه متكرر، والجوزاء، وكمان الحمل والأسد والقوس برضه متكررين معايا كتير، والميزان والدلو والثور. بس دي كانت الأبراج والطاقات اللي موجودة هنا معايا، ما تشترطش طبعًا بيها، أهم حاجة زي ما أنت عارف الطاقة والقراءة تكون مضبوطة عليك. هاستناكم إن شاء الله في فيديوهات تانية كتيرة، أستنى طبعًا رسايلكم وكل حاجة اكتبوها لي تحت في الكومنتات، والقراءات اللي أنتم عايزينها الفترة اللي جاية. أنا محمد إيهاب، باشكركم جدًا على حسن المتابعة. إن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية على خير، كل روابط التواصل هتلاقوها موجودة تحت في صندوق الوصف ورقم الواتساب. أشوفكم إن شاء الله على خير وفي فيديوهات تانية كتير، بالتوفيق ليكم جميعًا.